ربيت رجاله يا ابو الرجاله يا سيد الكل، حتى بناتك ربيتهم تربيه خلت خلق الله بتقول دي بنات رجاله وزي الفل. شكرا يابا. اكتر موقف حصل ما بينك انت وابوك وضايقك؟ بص انا هقول لك على حاجه. اوه. انا ابويا في حياتي نعمه، وبتشرف ان اقول ده ابويا. الخلق في كفه عندي والكفه التانيه ابويا، وبسيرته الكل يشهد والكل يشهد لابويا. انا لو رحت مكان يكفيني اقول انا ابن فلان، وبلاقي الكل عينه بتوسع ويقول لي اتفضل يا ابن الغالي وسيد الناس. يكفيني يا ابويا ان انا لما انطق اسمك بس بلاقي الكل بيعمل خده مداس، بيقولوا فداك وبينولوا رضاك، وبيقولوا الارض اللي انت بتمشي عليها بتطرح افراح بالكوم وهي جمايل، وبيقولوا انك صاحب مجدع. لما بيسندوا على كتفك بيلاقوا كتفك موجود بالفعل ومش مايل. سيرتك سبقاك ومقامك عالي يا حاج ما بين الناس. بتشرف اني اقول ابنك وان انت ابويا وتاج الراس. بتشرف بيك وبتربيتك، بتشرف اني اقول انا من صلبك وان انا عيل تربية ايدك. بتشرف بيك وانا اسف ليك لو كنت عصيتك او شفتك قاسي ولو مرة. دلوقتي فهمت قساوتك ليه، علشان بتخلي الراجل سداد لو قابلته اي ظروف مرة. وفهمت كمان ان انت اساسا ما قسيتش، كان قصدك يومها تعلمني ان انا في الدنيا دي ما اتعشمش، علشان الايام والدنيا ما بيرحموناش لو شافوا ضعفنا، وعشان الناس برضو ما رحمتش. لسه نصايحك في البال يابا، لسه نصايحك في البال يابا، ماشي بيها ما بين الناس دايما. حتى اسال عمار واياد واحمد عبد المنعم او ايمن، واسال رأفت بالذات يابا، علشان حبني من غير اي مقابل. وقام قال لي يا عم احنا غلابه، انا وانت بنشبه بعض كتير والدنيا دي مليانه ديابه. لسه نصايحك في البال يابا. ربيت رجاله، ربيت رجاله يا ابو الرجاله يا سيد الكل، حتى بناتك ربيتهم تربيه خلت خلق الله بتقول دي بنات رجاله وزي الفل. شكرا يابا، شكرا علشان علمتني ان في وقت الشده اكون موجود واشيل مهربش، وعشان خلتني عزيز النفس من كاس الذل في يوم ما اشربش، وعشان عرفتني ان الراجل كلمه لو قالها في يوم لازم يوفي، علشان يفضل فوق وما يصغرش، وعشان انت ما خلتش الواحد عندي جميل، وعشان كنت دليلي في ليل الدنيا وده احلى دليل، وعشان اصحابي قالوا لي ان انا شبهك مجدع واصيل. شكرا يابا. ابوك شالك طول العمر؟ ها؟ ايه؟ ابوك شالك طول العمر؟ يعني ايه شلت؟ يعني شالك على ظهره طول العمر؟ اه طبعا. وانا هشيلك على ايدي بقى. يا لهوي